شيرين رجعت لحسام، شيرين رجعت لحسام. صوتوا يا جماعه، يمكن حد يجي صوتوا. ما ينفعش اللي بتعمله ده. ده مش حسام حسن، ده حسام حبيب. هنرجع نعيده من الاول تاني. والله انا ما صعبان عليا في كل الليله دي الا الحلاق بتاع شيرين. انا كنت بخاف قوي من شيرين الفتره اللي فاتت دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ وفيديو جديد. ممكن لو سمحت نحط لايك بالحب، مش عايز حاجه تاني، بالحب انزل حط لايك. انا ما كنتش هعمل فيديو النهارده على فكره بس عرفت ان شيرين وحسام رجعوا لبعض. يا ما شاء الله. هو في ايه يا شيرين؟ انا عايز اعرف انت ايه مشكلتك معانا؟ احنا هنخلص منكم امتى؟ ها؟ ما بيعديش كام شهر الا لما بتطلعوا حبيبي يا حسام وحبيبتي يا شيرين، وطول ما انا قاعد على الانترنت ما بسمعش غير حب وجنة انا عشت فيها. مفيش بعدها بشهرين العياط والتكسير، وبنطلع وسابني وخني والحمد لله وانا فقت وراجع لكم، ونقعد نسمع في بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم. طب هنخلق هنرتاح امتى؟ احنا واقفين في حته في النص معاكم مش عارفين نطلع منها. يا شيخ ايه يا شيخ؟ هو انت ما بتتعبيش؟ ما بتتعلميش؟ ما بتتعظيش من اللي بيحصل لك؟ بعد كل المصايب اللي حصلت لك رجعاله من تاني بعد ما اصبحتي مدمنه وقعدتي كتير تتعالجي. رجعاله من تاني بعد ما كنتي صوت مصر وبقيتي ولا حاجه حرفيا، واحنا كلنا طلعنا وقلنا خليكوا جنبها ودعموها وقفوا جنبها لحد ما ترجع وتستعيد نفسها وتبقى اقوى من الاول. برضو رجعاله بعد ما رحتي المغرب وفضحتينا هناك والكل قالك دي نصبت علينا، خدت فلوس وما غنتش. رجعاله طلعنا كلنا ووقفنا ضد العالم كله وقلنا يا جماعه اتحملوا، دي مش اي حد، دي شيرين عبد الوهاب. اتحملوا بس ترجع زي الاول، بس ترجع شيرين صوتها يجلجل ويرن زي زمان. ترجعي لحسام حبيب بعد كل اللي حصل ما بينكم. انتي ما بتتعلميش كده خالص. شيرين لا يمكن تتعلم من مين؟ تتعلم ايه؟ شيرين بتحب حسام. لو طلعت قالت لك انا ارتحت منه، انا خلصت منه، دي كانت اسوأ علاقة، دي كانت افشل علاقة، كدابة. وهنفضل في الموال ده العمر كله. تطلع شيرين ترجع لحسام، يجي حسام يخزوق شيرين، تطلع شيرين تقول الحمد لله ارتحت، بعدها بفترة تقول الحمد لله رجعنا، وهكذا. هيفضلوا عايشين كده معانا واحنا الضحايا في الليلة الزرقاء دي، مش عارفين هنخلص امتى من شيرين وحسام. اول حاجة طبعا شيرين عملتها بعد ما رجعت لحسام حبيب، دخلت عملت له فولو على الاكونت بعد ما شالت الفولو قبل كده من عنده، قامت عامله له فولو تاني. الله يخرب بيتك، طب مخروبه، الله يخرب بيتك. ليه يا بنت؟ انت هبله كده؟ انت هبله يا بنت؟ يخرب بيتك غير طولتك الصبي. مكتوب على الفيديو ربنا يستر على البني. والله ربنا يستر على البني. فعلا هيبقى ب 250 ولا ب 300. وللاسف ما عادش في حاجه اسمها صوت مصر. انتوا شفتوا في المغرب عملت ايه والجمهور المغربي عمل ايه؟ هي دي شيرين اللي كانت بتدخل اي حفله كانت تطلع من الحفله مكسره الدنيا، كانت الناس تطلع مبسوطه وكانت بتقول احنا حضرنا حفله لشيرين. فيديوهات حفله المغرب كانت مصيبه. شيرين ولا غنت ولا نيلت، وكل الغنى اللي كانت بتغنيه في الحفله كان بلاي باك. انتوا متخيلين شيرين تغني بلاي باك وجايبه الفرقه منظر بس كده وراها؟ قال ايه تعبانه نفسيا؟ يا شيخه فوقي على نفسك، حرام عليكي. الناس عندها صدمه. بصوا الناس واقفين مصدومين ازاي. وبعدين جمهور المغرب يا جماعه جمهور سميع، الناس هناك بتحب تعرف تسمع. وبعدين شيرين مش اول مره تروح تعمل حفله في المغرب، ده هي متعوده ان هي بتروح تعمل حفلات هناك على طول. فكون ان هي تطلع على الستيج اصلا وتغني بلاي باك دي مصيبه للجمهور قبل ما تكون مصيبه لشيرين، لان الناس هناك عارفين هم رايحين يسمعوا ايه بالظبط. طبعا الموضوع ما اكتفاش هنا، الناس طلعت من الحفله كانت بتشتم في شيرين وبتلعن في شيرين وخلاص، ومش طايقين شيرين ولا طايقين سيره شيرين. انا غادي في حالتي، ما كتغنيش الله بمسجله. حشومه حنا المغرب، حنا المغاربه ما كاينش يضحك علينا. عاش الملك. ما عجبتكم؟ استهزأت بنا، تتغني بلاي باك، تتغني ماشي. الله يرحم ايامك يا شيرين، يا خساره. كنا كلنا بنستنى البوماتك وكلنا بنستنى الاغاني اللي بتنزليها. يعني انا واحد من الفنانين اللي كان نفسي. لا ده في فيديو ال10,000، مش هقول حاجه دلوقتي، والله ما هتكلم. حسام حبيب بقى طلع من حوالي شهر تقريبا في تصريح غريب كده، وعلى عكس العاده. التصريح ده بين اللي بيحصل حاليا دلوقتي. علاقتي بشيرين زي الفل، ولا في اي حاجه. يعني الاخوات بيتخانقوا والاصحاب بيتخانقوا، واحنا والله العظيم بينا لو الناس عرفت خناقاتنا كانت كلها تضحك وكانت كلها حاجات بسيطه.
شيرين فنانة عظيمة وكبيرة وصوت الوطن العربي مش صوت مصر بس. حسام بيقول لك خناقاتنا كلها بتضحك وخناقات عبيطة. خناقات ايه اللي بتضحك يا حسام؟ ده دخلت مصحة وكانت وحلقت شعرها زيرو وخربت شغلها وحياتها حرفيا مش باظت، دي بقت نصين، نص في الشرق ونص في الغرب. والله ما في واحد عينه زرقاء سالك ابدا. وانا بعتذر لها، كنت قلت لها اي حاجه في يوم من الايام تضايقها في وقت زعل او كده، انا بعتذر لها ولا اشوفك دايما النجمه الاولى وهي بالنسبه لي انا كواحد من معجبينها هي نجمتي المفضله. شيرين صوت عبقري ما يتعوضش، مفيش حد يملى مكانه، فبقول لها حبيبه قلبي ان شاء الله اشوفك دايما ناجحه مكسره الدنيا. وعايز اقول للناس ان مفيش بيني وبينها اي نوع من انواع المشاكل خالص. طبعا اكيد مفيش بينكم اي نوع من انواع المشاكل، خلاص المشاكل احنا اللي هنتعالج نفسيا من وراكم بسبب انشغالنا بمشاكلكم. كل يوم والتاني شيرين وحسام، حسام ساب شيرين، شيرين رجعت لحسام. احنا اللي محتاجين علاج نفسي. الوحيد العظيم اللي بنحتاج له في المواقف دي هو واحد بس مفيش غيره، ومستنيينه بقى يطلع يرد. اكيد يعني هو مش هيفوت حاجه زي كده، بس احنا دلوقتي هنستعين بالرد بتاعه القديم علشان صراحه كلنا محتاجينه دلوقتي. ربنا يستر على البلد. اللهم اجعله خير. شيرين رجعت لحسام حبيب، يخرب بيت ام شيرين، لبيت ام حسام حبيب، لبيت ام عمرو اديب. عايز حاجه ثانيه يالا؟ يخرب بيت ام شيرين، لبيت ام عمرو حسام حبيب، اتنين شمامين، لبيت ام عمرو اديب. اللي ما عرفتش تربيك انت مصري. جاب من الاخر، ده اللي بيعرف يرد وده اللي بيعرف يسفلت اي حد صراحه. ما احنا برضو مستنيين استاذ عمرو اديب يطلع علشان التصريحات بتاعته في موضوع رجوع حسام لشيرين. بصوا يا جماعه هوريكم جزء صغير اللي حسام حبيب كان بيقول عليها كلها حاجات تضحك وكلها حاجات بسيطه. هوريكم مشكله صغيره جدا من اللي كانت ما بين حسام وشيرين. معرفش الفيديو ده حد شافه ولا لا، بس متهيألي الفيديو ده ما انتشرش وما شافوش ناس كتير. برضو؟ برضو حسام؟ انا هاخد مراتي والله. خلاص؟ والله طب خلاص بقى، خلاص صورت. ايه تلفيات يا جماعة؟ ازاز الباب طبعا عنده مكسور، باب الاستوديو. خش نقطع كل العزل، باب نقطعها انتوا شايفين اهو. كل دي تلفيات، ازاز مكسراه، تلفزيون مكسراه. هي دي الاستوديو، هي دي الاستوديو بدغدغة كله اهو. لسه ما عملناش شونية واحدة حتى. حسبي الله ونعم الوكيل. شفتوا شيرين وهي بتكسر الاستوديو بتدغدغه وبتشتم وبتعمل؟ هو انا ليه حاسس ان حسام بيرجع لشيرين عشان بيخاف منها؟ شيرين طلع ايديها طرشه والله. بص عامله ايه في الاستوديو، ده القماش على الحيط متقطع متخربش، يعني مش طبيعيه صراحه. مش عارفين مين فيكم اللي مبهدل مين صراحه. كل واحد فيكم بيطلع قدام الكاميرا يقول دي مبهدلاني دي عاملاني. ربنا يستر على البنيه. انا قلت لكم اليوم اللي بقرر فيه ان انا اخلي الفيديوهات يوم ويوم بيطلع لي مشكله تجبرني ان انا اطلع اتكلم. وصلنا لاخر الفيديو، ولو وصلتوا معايا لحد هنا خليني اقول لكم ان انا بحبكم جدا، ولو لسه ما حطيتوش لايك حطوا لايك، ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم وسام، سلام.